السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك كفالة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب هو اللي تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته بعد جده عبد المطلب زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت. وأبو طالب كان دايما بيقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أبنائه وأولاده. وفي مرة رجل من لهب كان بيأتي إلى مكة فيأتون إليه بغلمانهم وصبيانهم لينظر إليهم ويقول لهم إيه اللي هو شايفه في الأطفال دي. فأتى أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده شغلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شاغل، وبعد ما خلص فضل يقول فين الغلام اللي كان معايا دلوقتي. ولما شاف أبو طالب حرص الراجل ده على إنه يشوف الرسول تاني، غيب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقعد يقول ويلكم ردوا إلي الغلام والله ليكونن له شأن. فانطلق أبو طالب وسابه ومشي. وكان أبو طالب بيخرج للتجارة إلى الشام، ففي مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم صب إليه وفضل يعيط عشان يروح معاه، فرق عليه أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل الركب البصرة كان فيها راهب في صومعته يقال له بحيري، وكان عنده علم من أهل النصرانية وفضل في صومعته، وكانوا كتير قوي بيمروا عليه في الأعوام السابقة، بس في العام ده قام وحضر لهم طعام وهو في صومعته. فضلوا يستظلوا بشجرة جنب الصومعة لحد ما بحيري خرج ليهم وقال لهم والله إني أعزمكم على الطعام عندي. ليه بقى عمل ده كله وعزمهم على الطعام عنده مع إنه ما كانش بيعمل قبل كده حاجة من دي؟ لأنه رأى شيئا شديد وهو في الصومعة بتاعته. لما قعد تحت الشجرة نظر إلى الغمامة فإذا هي تظل الشجرة اللي هم قاعدين بيستظلوا في ظلها، ونزلت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم لتظله. فلما شاف الكلام ده بحيري صمم إن هم يخشوا الصومعة بتاعته علشان يشوف مين فيهم اللي بيحصل معاه الكلام ده. بعت لهم وقال لهم إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم كبيركم وصغيركم حركم وعبدكم. فقال راجل منهم والله يا بحيري أن لك شأن اليوم، كنا بنمر عليك قبل كده وما عملتش معانا الكلام ده كله، وأول سنة من السنين تحصل فيها الكلام ده. ودخلوا كلهم عند بحيري في صومعته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان غلام صغير وأصغر واحد فيهم، فكانوا مقعدينه مع الرحال بتاعتهم علشان يحميه. فلما شاف بحيري الناس كلها وما لقاش الصفة اللي هو عاوزها في الناس ديت سألهم وقال لهم يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. فقالوا يا بحيري ما تخلف أحد منا عن طعامك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا في رحالنا. قال لهم لا 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 لا, لا ما ينفعش الكلام ده، هاتوه فليحضر الطعام معكم. فقال رجل من قريش والله لا نؤمن بنا أن يتخلف عنا محمد بن عبد الله، فلدعوه فليأتي فليأكل معنا. فلما رآه بحيري قعد يبص له كتير قوي ويشوفه، بس اللي بيشوفه هو اللي كانوا بيكون عارفه. فلما خلصوا الطعام وتفرقوا قاموا عشان يمشوا، قام ليه بحيري وقال له أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني ما سألتك عنه. يعني بمعنى أصح بيحلفه بالآلهة اللي هو فاكر إن هو بيعبدها إن هو يقول له على الأسئلة ويجاوب على الأسئلة اللي هو بيقول له عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغض إلي شيء من هؤلاء. فقام بحيري أن قال له فبالله ما أخبرتني إلا ما سألتك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ما شئت. فقعد بحيري يسأله عن حياته وعن منامه وعن أحلامه وعن يقظته وعن مشيه وعن كل حاجة في حياته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على بحيري، فكانت الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بيجاوبها عليه توافق ما عند بحيري من علم. وبعد كده كشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد خاتم النبوة بين ظهره وكتفه. ولما خلص بحيري انطلق إلى أبو طالب فقال له ما هذا الغلام؟ أبو طالب إنه ابني. فقال لا الغلام ده مش ممكن يكون لي أب. قال له أيوه هو ابن أخوي. فقال له بحيري ارجع به إلى بلاده واحذر عليه اليهود فوالله لأن عرفوا ما عرفت لا يردونه شرا، مش هيسيبوه، والله ابن أخيك له شأن عظيم. ومن أكتر المواقف اللي خلدتها السيرة النبوية لما جت قريش إلى أبو طالب علشان ياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيبوا له شاب تاني من قريش، وقالوا له رجلا برجل وأتنا بابن أخيك فنقتله. فقال أبو طالب تأتونني بابنكم لأربيه وأتيكم بابني لكي تقتلوه. وبعد كده أرسل أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكلمه ويقول له قد جاءني قومك فقالوا كذا وكذا، وحكى له اللي حصل كله وقال له سيب اللي انت بتعمله واقفف عن قومك. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر
ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال له عمه امض على أمرك فوالله لا أسلمك أبدا. وفضل أبو طالب يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، وقال في حقه والله لن يصلوا إليك بجماههم حتى أوسدوا في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. يعني معنى القصيدة انت جيت بالدين الصح، بس لولا ان انا خايف من الناس ان هم يشتموني بعد وفاتي كنت اتبعت دينك. صلوا على من قال أمتي أمتي.